يا مساء الورد. اليوم أبغى أسوي معاكم الرز مع صدور الدجاج، يعني كذا ممكن نقول عليها نسميها زي الكبسة، ولكن وصفة سهلة ولذيذة لذيذة مرة. لازم تجربوها معنا. نشوف الطريقة مع بعض. طريقة مرة سهلة وبسيطة وما تاخذ معاكم أي وقت نهائيا. نشوف مع بعض. أول خطوة عندي سخنت هنا، عندي شوية زيت، ممكن تحطون سمنة أو زبدة مثل ما أنتم حابين. أنزل عليها الرز طبعا مغسل ونظيف ومصفيته. أنزل عليه الرز بالكامل وأبدأ أخلط الرز مع الزيت اللي معانا، أخلطها بشكل مستمر لغاية ما أتأكد إن حبات الرز كلها تغلفت بالزيت اللي معانا. نزلت على الرز عندي ورق الغار، ونزلت عليه مكعب ماجي، ورشيت عليه رشة خفيفة من الملح، وابدأ أخلط جميع المكونات كلها على بعضها البعض. وبعد كذا أنزل عليها الموية المغلية، لازم تكون الموية معايا مغلية. أنزلها على الرز اللي معانا واترك الرز يطبخ، وذوق الملح عندي إذا خلاص حسيته مستوي خلاص أترك الرز يطبخ، كان مثل ما أني أطبخ الرز الأبيض العادي، بس يخف الموية عندي أو تقل أغطي عليه واتركها على نار هادية لغاية ما يستوي معانا. الرز يطبخ على جنب. عندي هنا صاجة حارة، ونحطيت عليها شوية زيت، لازم يكون الزيت مرة ساخن عندي، ونزل عليه قطع صدور الدجاج اللي أنا مقطعتها شرايح. طبعا بهرتها وتبلتها بتتبيلة بهارات، وتركتها منقوعة بالبهارات حوالي ساعة إلى ساعتين على جنب، أو حتى نصف ساعة إذا كنا مرة مستعجلين. نزل صدور الدجاج على الزيت وهو حار عشان ما تطلع لنا السوائل. عندي هنا الدجاج بدأ يتقمر معانا وبدأ تنشف وبدأت تستوي حبات الدجاج. أنزل عليها بصل، عندي مقطع بصل شرايح، تبلها مع الدجاج واتركها تتسبك معها. بعد كذا أنزل عليه تشكيلة من الخضار المشكلة. أنا عندي خضار مجمدة فنزلتها عليه، أنتوا إذا حابين أي نوع خضار حابين تحطونها فيكم تحطوها على الدجاج اللي معانا. وحرك المكونات كلها لغاية ما أحسها اتسبكت ودخلت على بعضها البعض. أحط عليها فلفل أخضر حار، هذه طبعا على حسب الرغبة. عندي كمان ثوم وزنجبيل، أحطها على المكونات اللي معانا. أنزل عليه شرايح من الملفوف وأخلط المكونات كلها على بعض البعض. مو محتاج الملفوف لأنه يذبل، بس تتسبك المكونات على بعض أطفي عليه على طول. بالنسبة لوصفتنا صارت عندنا جاهزة. طبعا ممكن يكون الوصفة هذه تتاكل كذا من غير أي شيء نهائي، من غير ما أخلط معاها الرز الحركة اللي راح أسويها، أو أضيف معاها رز مثل راح نسوي. طبعا بالنسبة للبهارات وما البهارات، إذا حسيتوها ناقصة أو ناقصة ملح أو ناقصة أي شيء، فيكم تذوقون أو تزيدون من البهارات اللي أنا تبلت فيها الدجاج. الحين أنزل الرز على الدجاج اللي معانا، واخلط المكونات على بعضها البعض وعلى نار مرة هادية، واغطي عليها، اتركهم يتسبكوا ويختلطوا على بعض، تكون معانا النتيجة مرة طعمة ومرة لذيذة. تشكيلة الدجاج مع الخضار والرز صارت عندنا جاهزة. هني وعافية.